عايز تعرف قوة النادي الأهلي؟ ما خلتش نادي الزمالك إنه يحتفل بالكاس اللي بيقعدوا على بطولة بياخدوها أكتر من سنة بيحفلوا ويحتفلوا بالبطولة اللي هم خدوها. النادي الأهلي من بعد ما أخدوا كاس مصر، الزمالك قاعد وجمهوره. الإعلام بتاع زيزو هينزل إمتى وهينزل إزاي؟ سمعنا حاجة عن الاحتفالات بتاعتهم بكاس مصر؟ ما سمعناش. في حاجة طلعت من عندهم فرحة زي ما كانت بتحصل قبل كده؟ مفيش. قوة النادي الأهلي وقوة جمهور النادي الأهلي هي العامل الأساسي في الرياضة المصرية وعلى السوشيال ميديا. عايز تعرف النادي بتقله إزاي؟ لما تلاقي رد الفعل الفوري ليه. النادي الأهلي بينزل سرينة على الموقع بتاعه في 5 دقايق بتعمل 1,000,000 مشاهدة، في ربع ساعة كانت عاملة 5,000,000 مشاهدة. تقل النادي الأهلي هو ده. النادي الأهلي اللي لما بيقول هعمل بيعمل. جمهور النادي الأهلي اللي بيقف محدش بيقف قدامه. جمهور النادي الأهلي اللي بيقول لك احنا ورا أي حد من لاعيبة النادي الأهلي في النادي الأهلي، خلاص الموضوع منتهي. النادي الأهلي بينزل الإعلان بتاع زيزو في ظرف 3 ساعات دخل 15 مليون متابع فيو شافوا الفيديو والإعلان بتاعه. 100 مليون جنيه دخلت خزينة النادي الأهلي من إعلان زيزو فقط لا غير. دي فلوس داخلة للنادي. ده النادي الأهلي، ده اللي بيقول لك النادي الأهلي هو النادي الأهلي، مش بالكلام، بالفعل. ما اطلعش اقول على نفسي ان انا اكبر وانا اعلى وانا. بالفعل حصل. النادي الاهلي بيدي درس، بيقول لهم خلوا بالكم النادي الاهلي لما بيعمل اتفرجوا ايه اللي بيحصل. ده النادي الاهلي. هتقول لي النادي الاهلي في الوقت الحالي مسيطر مسيطر في ايه؟ مسيطر في تفكيره، مسيطر في طريقة تعامله. يعني طريقة التعامل بتاع النادي الاهلي بتوصل لغاية فين؟ موصلاه ان هو في الوقت الحالي ان هو ناجح وبيعمل كل خطواته المدروسة وباصص عليها وشايفها هتوصله لغاية فين. والحمد لله. اعلان زيزو 3 ساعات 15 مليون مشاهدة. يعني كده جمهور النادي الاهلي وحتى جمهور نادي الزمالك اللي كان منتظر يشوف الاعلان بتاع نادي الزمالك، اعلان لاعب في النادي الاهلي غطى على فرحة كاس مصر اللي بياخدها نادي الزمالك، اللي هو بيحتفل بيها وبيحفل بيها في اي بطوله بياخدها بيقعد عليها سنه. اتكتمت الفرحه. ما سمعناش وما شفناش حاجه عن كاس مصر. عايز تعرف القيمه فين؟ القيمه في ان النادي الاهلي بياخد بطوله جمهوره بيقول له لو سمحت وانت بتحتفل بالبطوله، بعد ما تحتفل بالبطوله خلاص انتهت، بنفكر في البطوله اللي بعدها. ده جمهور النادي الاهلي. ده جمهور النادي الاهلي اللي فعلا عايز تسند على جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل شغل في الاعلان بتاع زيزو. كمية الرياكت اللي نزلت والكومنتات، يعني بسم الله ما شاء الله، فعلا بتثبت لك النادي الاهلي وجمهوره ووضعه لا على مستوى الوطن العربي. المحبين واللي بيحبوا النادي الاهلي واللي تفاعلوا برضه، لا في حاجة بتقول لك لمضة نورت. خلي بالك النادي الاهلي، خلي بالك جمهور النادي الاهلي هو اللي مسيطر وهو اللي حاليا موجود على الساحة الرياضية وعلى السوشيال ميديا. تأثيره فعال. مهما هتوصل ومهما هتتكلم، الفعل هو أساس النادي الأهلي. ما بيتكلمش من فراغ، كلمة بيقولها بتتنفذ، حاجة بيعملها بتبقى على أرض الواقع. موضوع منتهي. أنت كمنافس اعمل اللي أنت عايزه، بس مرحلة الكلام بتاعتك كتير وملهاش لازمة، علشان مفيش منها رجع، ما بتعملش منها فعل. النادي الاهلي بيثبت للكل ان انا اهو، انا موجود. الناس اللي بتشكك وبتقول ان في تقل تاني قصادي، سواء كان نادي او اتنين او الاتنين مشتركين مع بعض، طيب بصوا انا عملت ايه في اعلان، بصوا عملت ايه في سرينة نزلتها، في اعلان عملته. ده وضعي وده النادي الاهلي وهو جمهور النادي الاهلي. كده الكلام خلص. ان النادي الاهلي له وضعه وتقله في مصر وفي الوطن العربي. خلص الكلام. جمهور النادي الاهلي ارفع راسك فوق. انت بتشجع
اكبر نادي واعظم نادي في الكون.